ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون كان عيد سعيد عليكم، ويا رب يكون يعني تكونوا انبسطتوا كده بالعيد وقضيتوا ايام حلوة، وربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. انا متأخرة جامد في الفيديو ده، بس اهو الحمد لله حاولت وقدرت ان انا انزله لكم، بس طبعا متأخر، بس يلا بقى مش مشكلة. انا جبت لكم كده حاجات في السريع، يعني حاجات كده على المشي، لقطات كده في السريع، مش هطول عليكم النهارده. اول حاجه شفتها معانا ده كان فطار يوم الوقفه. بصراحه انا المطبخ عندي حجمه صغير وحر جدا فيه، فما قدرتش اقف فيه لفتره طويله، فعملت كده فطار خفيف على الماشي زي ما شفت اول الفيديو. يعني زي ما شفت عملت حبه لسان عصفور، حبه بطاطس بقى، واللحمه والعصير اللي انتوا شفتوه، والعيش الشمسي بتاعنا. ف يعني كده حاجات، عملت كده فطار في السريع، وقلت بقى يوم العيد او في ايام العيد ان شاء الله نعمل بقى الاكل والحاجات الحلوه. كده في يوم بقى على روقان، لكن انتوا عارفين يوم الوقفه بيبقى صيام، ويعني بيبقى الواحد مشغول وكده، خاصه لو معاكي اطفال. فانا عملت الاكل ده في السريع وطلعت بقى من المطبخ كده بسرعه. وهنا بوريكم اهو اللبس بتاع العيد اللي هيلبسوه الولاد، طلعت لكل واحد فيهم طقم جديد. اول لبسه بيلبسوا كده يوم العيد، طلعت لهم كل واحد طقم يعني. طلعت لمحمد طقم والانس طقم، وبعد كده بقى دخلت هنا كده جهز لهم طبق التسالي. قلت اعمل لهم بقى كده حاجه. عامه انس لسه بيبي صغير ما بياكلش، يعني التسالي دي يعني حد دخل عندي عشان ابني انا بقى نقعد نتسلى بقى كده. فجهزت الطبق ده وكنت جايباه، وقولوا له ايه رايكم في طبق التسالي ده. حاجة كده طالعة جديد بصراحة. اول ما شفتها عجبتني، رحت يعني اشتريته على طول من غير ما اتردد بصراحة. يعني عجبني التقسيمة بتاعت الطبق والشكل بتاعه، فرحت جايباه على طول. وان هو كمان ليه غطا بيحفظ لك الاكل، فانت مثلا الحاجة مش هتاكلها دلوقتي او كده، تروحي مغطياها يعني غطيها وارجعي لها بعدين عادي. فهو بيحمي الحاجة كمان اللي جواه. فهنا بقى شكلت بقى شوكولاتات لب بقى، اشكال اتنين، اللي هو الاصفر والاسمر، وبقى مقرمشات والحاجات دي كلها. وهنا بقى ده تاني يوم بصراحة، مش يوم العيد، ده تاني يوم. آه، هنا بقى الذبيح بقى ويعني نزلنا بقى تاني يوم، احنا ما ذبحناش اول يوم العيد. الاطفال كلهم بتوع البيت قالوا لا احنا يوم العيد مش هنذبح، احنا هنذبح تاني يوم، عشان يوم العيد نعيد بقى ونلبس ونبقى كده، يعني اللي هو ناخد راحتنا يوم العيد، فلا هنذبح تاني يوم. فبصراحة ذبحنا تاني يوم. وهنا جبت لكم كده يعني مقتطفات كده، حاجات صغيرة من يومنا يوم الذبيح. هنا زي ما انتم شايفين قعدنا بقى ذبحنا ووزعنا اللحمة وكيسنا وكل حاجة زي ما شفتوا معانا. انا جبت لكم حاجات خفيفة كده في السريع علشان ما اطولش معاك الفيديو، لان انا كنت مصورة حاجات كتير، فلما اتأخرت ومعرفتش ان انا اصور، فرحت كده واخدة اجزاء صغيرة، قلت اطلع بس اسلم عليكم بيها. هنا بقى خلصنا تحت وتمام، ووزعنا وكل حاجة تمام. ده بقى كان الجزء بتاعي او نصيبي زي ما بنقول، خدته بقى وطلعت هكيسه انا بقى واحطه في تلاجتي. ده اللي هو الجزء اللي هو نصيب انا بقى، اللي هو نصيبنا احنا في البيت، كل واحدة انا وسلايفي كل واحدة خدت نصيبها بقى، وتطلع بقى تشيله بقى في تلاجتها دي، بيبقى النصيب بتاع اللي في البيت. فجبت برضو اكياس هنا، وعندي ميزان مطبخ كده صغير، هحط بقى فيه واحط بقى حاجتي في التلاجة واظبطها، وكده يبقى يومنا خلص. وجيت بقى كده بالليل، الكبدة بقى لازم تتاكل طازة كده يعني تبقى بتديك الغذاء بتاعها يعني. فعملت حبة رز بيض كده زي ما شايفينه، مع كبدة بقى، كلاوي قلب، يعني عملت كده تحبيشة حلوة، واتعشينا احلى عشوة. ويلا بقى سلام. متنسوش اللايك يا جماعة، حط اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. سلام.